دي رينج روفر سبورت الجديده والذ بكتير من القديمه. تعالوا اكلمكم عنها شويه. اولا دي بي 400، ما دام اسمها بي 400 يبقى مطلعه 400 حصان. لاند روفر كلها ماشيه كده. 400 حصان دول طالعين من موتور 3000 سي سي توربو، ومطلع معاهم كمان كده على جنب 550 نيوتن. ارمي ده كله، مش اهم حاجه خالص في العربيه دي هو الموتور على فكره، اهم حاجه فيها هو الفخامه والعزل عن كل عيوب الطريق، الراحه يعني من الاخر. العربيه دي فيها اير سسبنشن مش هيحسسك باي مشكله موجوده في الاسفلت. كشافات ال اي دي قدام وورا مع الاوتو هاي بيم، كاميرا 360، فرامل الطوارئ. اهم حاجه في الاكستيريور هو الجنوط اللي 22 انش، شكلهم حلو قوي. لو اصغر من كده انش واحد هيبقى شكلهم صعب قوي على العربيه. الحمد لله ان هم 22. راحه الكراسي من جوه يا جماعه اقسم بالله خرافيه. الخرافيه اكتر منها هو عزل الصوت. عزل الصوت في الاماكن المقفوله اللي زي كده، يوسف صاحب المصور كان واقف هنا الازاز بس مقفول وبنتكلم مش سامعين بعض، فاللي هو مفيش اي دوشه ثانيه جنبنا يعني. اني الشاشات تقريبا في كل حته، انفوتيمنت سيستم ما شاء الله كيرفد وكبيره وبتاع، ولوحه العدادات، وفي شاشتين كمان في الكراسي من ورا. ودي حاجه مهمه قوي يعني. العربيه دي مش بس تقدر تسوقها، العربيه دي كمان ممكن جدا تتساق فيها. واخيرا الساوند سيستم الميريديان من عالم تاني. لو عجبتك العربيه دي جراج 9 يا باشا ارقامه تحت. معاك واحده زيها عايز تبيعها، تقدر تبيعها، تشتريها، تقسطها، تستوردها، انجوي. لو ما عجبتكش دي يعني حاجه احتمال بعيد شويه يعني. ان شاء الله العربيه اللي جايه الحلقه الجايه تعجبكم جدا، فاعملوا لنا فولو بقى عشان نشوف العربيه الجايه وكده يعني.